علشان ينولك من الحب جانب. اهلا بيكم وتاسك جديد مع نو زيرو دايز. عايزك تتخيل معايا المشهد ده كده، مليارات من البشر متجمعين في يوم مهيب، كلهم بيحاولوا يقربوا من شخص واحد بس، هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. متخيل اول لحظة هتشوف فيها النبي، اللحظة اللي حلمت بيها طول عمرك، بس فجأة تفوق على صدمة ان في بينك وبينه مليارات البشر. حرفيا ما كانش حلمك لوحدك، كان حلم كل المسلمين على مدار العصور لغاية يوم القيامة. وانت واقف كده تقوم تلمح مين؟ ايه ده؟ محمود صاحبك واقف قدام اهو. ايه ده؟ مين اللي هناك قرب النبي دي هند بنت عمتي. هي الناس دي ليه اقرب مني كده؟ هو انا ليه مش في الصفوف الاولى؟ وهنا كانت الصدمة. الناس دي سبقتك في الصفوف علشان عبادة سهلة جدا بتتعمل في ثواني وفي اي مكان، بس الفرق ان هم كانوا فايقين ليها بس مش اكتر، وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اقرب الناس للنبي يوم القيامة هم اكتر ناس كانوا بيصلوا عليه في الدنيا. تخيل حسرتك وقتها، هو انا لساني كان واقف كده ازاي؟ بس خلينا ابشرك ان الفرصة لسه في ايدك، انت لسه فيك نفس، ترتيبك لسه ما تحددش. عايزك تتخيل المشهد ده قدامك على طول، مع كل صلاة على النبي انت بتصليها كأنك بتسبق 10 مليون بني ادم، مش مبالغة. وهكذا مع كل صلاة على النبي انت قاعد بتقرب اكتر، بتسبق ملايين البشر. وتعالى اقول لك سريعا على حاجات انت مش متخيلها مع كل صلاة على النبي واحدة انت بتصليها، وانا هنا بتكلم على واحدة مش 1000، خلي بالك. ربنا سبحانه وتعالى هيصلي عليك 10 مرات. وثواني عشان انا متأكد انك مش متخيل العظمة دي يعني ايه. انت متخيل انك تيجي يوم القيامة وانت بتتحاسب وبتتعرض اعمالك، تلاقي في وسطهم كام مليون صلاة من ربنا عليك؟ انت متخيل؟ انت عارف ولله المثل الاعلى لما تكون مقدم على وظيفة في شركة وانت معاك كارت توصية من مدير الشركة نفسه؟ طب ايه تاني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هيرد عليك السلام، ودي برضه انا متأكد انك مش متخيلها. ربنا بيرد روح النبي مع كل صلاة انت بتصليها عليه عشان يرد عليك بنفسه. انت عارف يعني ايه الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم عليك؟ يعني يدعي لك، يعني تاني اعظم كارت توصية في اوراقك يوم القيامة، ده غير بركة دعائه ليك اصلا في الدنيا. طب ايه تاني؟ تترفع 10 درجات ويتكتب لك 10 حسنات ويتمحى عنك 10 سيئات. ايه ده؟ ايه الذنوب اللي قاعدة بتطير دي؟ الكلام ده يا جماعة مش ثواب 10 ولا 100 صلاة على النبي، انا بكلمك على ثواب الصلاة الواحدة. انت متخيل؟ ده غير ان الصلاة على النبي سبب في استجابة دعائك، فتعود دايما تبدأ وتختم بيها اي دعاء ليك، وبيدفع عنك الفقر والهم. مفيش مهموم ومواظب على الصلاة على النبي، لا يجتمعان. الحقيقة لو قعدت اتكلم عن فضائل وفوائد وامتيازات الصلاة على النبي عايزة فيديو اتكلم فيه لبكرة. فمستني ايه تاني عشان يفضل لسانك شغال طول اليوم بالصلاة على النبي؟ وسبحانك يا رب لو فكرت فيها دقيقة هتلاقي ان النبي مش محتاج دعائك اصلا. هي القصة كلها ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب النبي، وكل البركة دي انت المقصود بيها، عشان بس ينولك من الحب ده جانب. الفيديو ده محتاج تعمل له شير لعل يكون شفيع لينا كلنا. ولو ليك قصة او موقف مع الصلاة على النبي جميل انك تشاركنا بيها في الكومنتات عشان نشجع بعض كلنا. ونشوفكم بكرة مع تاسك جديد.